السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي يا حلوين، داخل وخارج مصر، كل متابعين ماما أمان من الجمال. إن شاء الله النهاردة تاني يوم العيد، حبيت أهنيكم. وقبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا كما تعودنا، صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا عدى اول يوم العيد، صلينا والحمد لله عدى اليوم على خير. وان شاء الله النهارده زي ما قلت لكم تاني يوم العيد. الفطار بتاعنا فطرنا والحمد لله. فطر الولاد كبده، كل واحد اللي فطر كبده، اللي فطر رقاق بلبن وهكذا. لكن الغدا بقى عملهن زوجي الشيف ابو العريف. عمل لنا اكله كل المصريين عاده، يمكن اغلب البيوت المصريه ممكن يعملوها تاني يوم العيد، تالت يوم العيد وهكذا، بس ما بتتعملش اكيد اول يوم العيد، دايما من بعد اول يوم العيد بتتعمل. وهي اكله بقى جميله جدا كلنا بنحبها، الكبار والصغار. وتعالوا بقى معايا اتفضلوا على السفره بتاعتنا. نسمي الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. تعالوا بقى شوفوا السفرة اللي جهزها زوجي ان شاء الله. طبعا عشان ده عيد الاضحى وعيد اللحمه بقى وكده، عملنا اللي هي يا دوب اللحمه سلقناها. في من ولادي اللي بيحبها محمره، وفي اللي بيحبها مسلوقه. طبعا ريحتها جميله جدا. حاطط لها بقى الاضافات اللي هو بيحطها في الشوربه وكده. وبعد كده اللي هي ايه، الصينيه الرقاق. طبعا يا حبايب قلبي، كل متابعيني وحبايبي وبناتي شفتوني وانا صورت لكم قبل العيد. عاداتنا المصريه ان كل البيوت المصريه في القرى وفي الصعيد وفي جميع انحاء الجمهوريه لازم الصينيه دي لازم نعملها في العيد الكبير. ليه؟ لان بقى بيبقى البيوت كلها بقى الذبح، واللي اشترى اللي ما ذبحش لازم بيبقى فيه بألف هنا. كل البيوت بتبقى في مستطاع من اللحمه، فبننتهز الفرصه في الوقت ده. فالناس كلها هنا في مصر، دي عاداتنا المصريه الجميله، بناخد جزء من اللحمه دي، لا اما نقطعها لا اما نفرمها. لكن الصينيه دي الشيف عاملها لحمه مفرومه، كانت عندنا في الفريزر فرمنها عند الجزار قبل العيد بفتره، وحط عليها لحمه من دي القطع يا حبايب قلبي. لما بنيجي بقى ناكلها بتلاقي طعمها حلو، وبتبقى احلى كتير كتير من اللي هي المفرومه. كمان بتبان طعمها اكتر. يعني ابني الصغير بيقول لي الصراحه يا ماما، السنه اللي فاتت انت عملتيها قطع صغيره كانت جميله جدا، وكنت اول مره تعملي التجربه دي. القطع دي انا اتعلمتها من مين؟ من امي الله يرحمها. كانت دايما طبعا ما كانش بقى بيبقى في العيد بقى مفرمه ولا الكلام ده ولا جزارين فاتحين. كنا يوم ما بنفتح نذبح الخروف، كان تاني يوم العيد ابص الاقي والدتي قاعده كده ايه على البلانشه في المطبخ، قاعده على الكرسي وقاعده بقى تقطع اللحمه قطع صغيره. ليه يا ماما؟ اعرف على طول ان هي تعمل لنا رقاق باللحمه. والطريقه دي يا جماعه دي مالح طبعا، دي حاجه مالحه. في طريقه تانية برضك للصينيه الجميله دي، كانت امي بتعملها بالسكر. نفس القصه. الرقاق ده يا جماعه هقول لكم اتعمل ازاي. انا عارفه من غير ما اشوف، يعني من غير ما اشوف، لان كنت تعبانه شويه ونايمه وكده. هو حطه في الشوربه، وبعد كده سابه شويه لما طري، وبعد كده زي الجلاش بالظبط. رقات وقشطه ورقات وقشطه خفيفه جدا ما بين القطع الرقات الرقاق. وبعد كده في النص حشى اللحمه المتقطعه باي تقطيعه بقى انت بتحبيها. وبنحب احنا كمان عشان تبقى وجبه متكامله بنحط فيها، بعد ما بنحشي خالص كده بنقوم جايبين كام واحدة فلفل ألوان ونحطها في النص. وطبعا اللي هو بالسكر بيتعمل بنفس الطريقة، بس بدل ما الشوربة يبقى لبن مسكر. وعلى وش اللي انتوا شايفين اللون الجميل اللي الشيف عمله لنا ده، حاطط على وشها قشطة اللي هي الفلاحي بتاعتنا. طيب الرقاق ده يا ماما امان، ده الرقاق اللي انا
عملت لكم فيديو عليه يا حبايب قلبي خارج مصر، ده بيتباع عندنا على طول. بسم الله ما شاء الله. ده طبعا زي ما انتم شايفين ناشف. بعض ولادي ما رضوش يفطروا كبده، فطروا الرقاق زي ده، بنكسره ونحطه في بولة زي دي على حسب الكمية، او واحدة تانية، ونحط عليه، نصب عليه الحليب بالسكر، وممكن تحطي شوية مكسرات عشان تعلي القيمة الغذائية، لان المكسرات حلوة. بالذات العين الجمل جميل جدا، بيقوي الذاكرة، واكيد انتوا عارفين فوائد المكسرات. فالاكلة دي يا حبايب قلبي بتبقى بسيطة، وفي نفس الوقت ما بتاخدش مجهود. بنبقى بقى طول السنة عمالين واقفين في المطبخ بنطبخ ومش عارف ايه. ولازم جنب الاكلة دي يا حبايب قلبي بردك، مش هطول عليكم، لازم جنبها الطبق السلطة المغذي الجميل ده. مش هيبقى كل ده لان دي نشويات، فلازم عشان نعلي القيمة الغذائية. شايفين الاساسي عندي زوجي ما شاء الله جنب كل الوجبات الطبق الجميل اللي هو ممكن ما ياكلش اي حاجة الا هو طبق السلطة. طيب حبايب قلبي خارج مصر، يا ماما امان، زوج حضرتك عمل الطبق ازاي؟ الطبق ده يا حبايب قلبي عبارة عن خيار، وعن فلفل الوان، وعن خضرة اللي هي الشبت والبقدونس والكزبرة، وبعض الاحيان بيحط بصلاية صغيرة حلوة جدا لمرضى السكر. والطبق ده جميل جدا للرجيم والمرضى السكر. يعني الناس اللي بتعمل رجيم ممكن تاخد قطعة من دي على طبق كبير من السلطة ده. جميل جدا جدا، ويساعد على الرجيم ويحسسك ان انت شبعانة. السلطة عادة الشيف عندي بيديها بردك عشان يعلي القيمة الغذائية. ايه في الاخر بيقوم حاطط عليها ليمونة، وبنحط عليها كمان ايه جميل جدا للفايدة، للمعدة، للتقلصات، للقولون. اهم حاجة بردك في السلطة بتاعتنا دي يا حبايبي كمون. ادي كمون على قد ما تقدري. ليه؟ لان هو صحي جدا للمعدة وللقولون، الناس اللي هي بتقاسي من القولون. طبعا هتقولي لي يا ماما امان وايه تاني؟ هو كده بس؟ لا، الشوربة بتاعتنا اللي هي بتاعت اللحمة. الشوربة ده بقى كل واحد، نسيت للأسف اجيب كبشة، خلي احمد يجيب كبشة. الشوربة بتاعتنا. ولازم بردك الاساسي عندنا عند بيتنا عامة، عند زوجي بالذات، اللي هو الطبق الجميل ده الطبق اللي هي المخللات الزيتون، اللي انا لا مش هو اللي مخلله، انا اللي مخلله الزيتون وهو اللي مخلل الخيار الجميل ده. وهذه بقى الوجبات بتاعتنا والاكلات الجميلة وعاداتنا المصريين. وان شاء الله بقى نسيت اقول لكم في اول الفيديو، ما تنسوش بقى اللايك، اوعى تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. اللي هيكتب لي تعليق هعرف ان هو شاف الفيديو، واللي هيكتب لي تعليقين هعرف انه شاف الفيديو للاخر بالكل ما فيه. بمناسبة العيد ما تبخلوش عليا بقى باللايك بناتي وحبايبي، انا عايزة اعلى بيكم، عايزة القناة والله. يعني انا تمنيت يعني طول عمري بقول لكم ايه، انا مش عايزة ربح من اي قناة، لكن انا ليلة وقفة عرفات واول يوم العيد بالذات تمنيت ان اقبض من القناة. هتقولوا لي ليه يا ماما امان؟ حاجات يعني خير كتير انا نفسي اكتر منه، وعايزة بمشيئة الرحمن يبقى معايا قدر وفير من المال، طبعا المال الحلال بمشيئة الرحمن. وانتم شايفين قناتي الحمد لله ما فيهاش اي حاجة حرام، كلها بما يرضي الله. اتمنى ان العام القادم باذن الله يكون معايا مبلغ كبير كده حلو، الواحد يجيب بقى عجل كبير كده، وفي ناس كتير يتصدق، ويعني عايزة اعمل حاجات كتير. يعني السنة دي فعلا كنت بكلم نفسي بقول يعني انا طول عمري اقول القناة مش مهم يجي لي منها ربح، القناة مش مهم يجي لي منها ربح. لا، هي الفلوس برضك نعمة وفضل ربنا، ما يحرم حد، بس ايه
بالستر وبالحلال وبالعمل الصالح اللي يرضي ربنا ويرفع أجرنا عند ربنا سبحانه وتعالى. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.